هل تساءلت يوماً من هم أعظم لاعبي كرة القدم المغاربة في كل العصور؟ من المراوغين المذهلين إلى القادة الأسطوريين، هذه التصنيف المدعوم بالذكاء الاصطناعي يغوص في إرث كرة القدم المغربية كما لم يحدث من قبل. دعونا نأخذ رحلة عبر التاريخ ونحتفل بأفضل 10 لاعبي كرة قدم مغاربة وفقاً للذكاء الاصطناعي. نبدأ عدتنا بالرقم 10، عبد المجيد دولمي. المعروف بلقب المايسترو، كان دولمي نبض وسط الملعب المغربي خلال السبعينيات والثمانينيات. لم يكن مجرد لاعب، بل كان مفكراً على أرض الملعب. بأسلوبه الهادئ ورؤيته الفريدة كان يحدد إيقاع اللعبة ويترك الجماهير والخصوم في حالة من الإعجاب. لعب دولمي أكثر من 100 مباراة مع المنتخب الوطني، وكان ركيزة في فريق كأس العالم المغربي الأسطوري لعام 1986. الرقم 9، مهدي بن عطية. قوي، متماسك، وقائد حقيقي. لاعب ابن عطية لبعض من أكبر الأندية في أوروبا، روما، بايرن ميونخ ويوفنتوس. كقائد للمنتخب الوطني جلب السلطة والتميز الدفاعي. ساعدت قيادته خلال كأس العالم 2018 في استعادة الفخر لكرة القدم المغربية على الساحة العالمية. يذكر بن عطية ليس فقط لمهارته الدفاعية، ولكن للطريقة التي حمل بها الفريق بكرامة. الرقم 8، حكيم زياش. معروف بقدمه اليسرى السحرية وإبداعه غير المتوقع. صنع زياش اسماً لنفسه مع أياكس، مدهشاً الجماهير في دوري الأبطال. رؤيته، مراوغته، وموهبة تسجيل الأهداف من زوايا مستحيلة جعلته واحداً من أكثر اللاعبين المغاربة إثارة في جيله. في تشيلسي واصل عرض مهاراته. بالنسبة للمغرب، كان جزءاً حيوياً في التشكيلة الهجومية، مبدعاً لحظات من العبقرية وملهماً للشباب. الرقم 7، بادو زكي. أسطورة بين القائمين. يعتبر زكي اللاعب المغربي الوحيد الذي فاز بجائزة أفضل لاعب أفريقي التي حصل عليها في عام 1986. كان الحائط الذي وقف قوياً خلال مشوار المغرب في الجولة 16 من كأس العالم في ذلك العام. بفضل ردود فعله السريعة وحضوره الهادئ، منح زكي الأمة الثقة في كل مرة يخطو فيها إلى الملعب. قام لاحقاً بتدريب المنتخب الوطني، مما أثبت أن معرفته بكرة القدم تتجاوز مجرد حراسة المرمى. الرقم 6، نور الدين النب. صخرة في الدفاع. استمتع نايف بمدى طويل ورائع في مسيرته في أوروبا، خاصة مع ديبورتيفو لا كورونا، حيث ساعد الفريق على الفوز بلانجا في عام 2000. كان قوياً في الهواء، ذكياً في تدخلاته، وموثوقاً في كل مباراة. مع أكثر من 100 مباراة دولية مع المغرب، جلب التناسق والاحترافية في كل بطولة لعب فيها. الرقم 5، مصطفى حاجي. أنيق، معبر، وبارع تقنياً. ارتفع حاجي إلى الشهرة العالمية خلال كأس العالم 1998، حيث أضاءت جرياته المذهلة ولاعبه الإبداعي البطولة. فاز لاحقاً بجائزة أفضل لاعب أفريقي. لعب حاجي لأندية مثل كوفنتري سيتي وديبورتيفو، مما جلب إحساس بالمرح لكل مباراة. كان من نوعية اللاعبين الذين جعلوا الجماهير تحلم. الرقم 4، يوسف النصيري. مهاجم من جيل جديد بعيون نحو الهدف. أصبح النصيري شخصية رئيسية في النجاحات الأخيرة للمغرب. مع إشبيلية سجل أهدافاً حاسمة في كل من البطولات المحلية والأوروبية، لكن لحظته الأيقونية جاءت في كأس العالم 2022 عندما سجل رأسية عظيمة ضد البرتغال أدت بالمغرب إلى نصف النهائي، كأول دولة أفريقية تفعل ذلك. قصة النصيري لا تزال تكتب. في الرقم 3، رشيد مكروز. محارب دفاعي من التسعينيات، كان مقروز حضوراً مهيمناً في الدفاع المغربي، ولعب دوراً حيوياً في كأس أفريقيا وكأس العالم في عام 99 و98. ساعدت تدخلاته القوية ومركزه وقوته الهوائية المغرب على بناء دفاع يمكنه مواجهة أي خصم. قد لا يكون دائماً في عناوين الأخبار، لكن تأثيره على الملعب كان لا ينكر. الرقم 2، عزيز بودربالة. جناح كهربائي بسرعة تفجيرية ونهج غير خائف. أسر بودربالة القلوب خلال كأس العالم 2068 بمراوغاته التي لا تقهر وولائه للشعار. كان من نوعية اللاعبين الذين يمكنهم رفع ملعب بأكمله باندفاع واحد. أنيق وفعال، أصبح بودربالة رمزاً للفخر والشغف المغربي. والآن الرقم 1، أشرف حكيمي. كلمة واحدة لا يمكن إيقافه. حكيمي هو نجم المغرب في العصر الحديث. لعب لريال مدريد، بورسيا دورتموند، إنتر ميلان، والآن باريس سان جيرمان. سريع، تقني، ومرن تكتيكياً، يهيمن على كلا الجناحين بثقة.
كانت أداءاته في كأس العالم 2022 تاريخية، من الدفاع الصلب إلى الهجمات المضادة المدهشة، كان في كل مكان في الملعب، ومن يمكنه أن ينسى ركلة الجزاء الباردة ضد إسبانيا. في 26 من عمره أصبح بالفعل أسطورة، يمثل حكيم المستقبل الحاضر وإرث كرة القدم المغربية. هؤلاء اللاعبون العشرة لم يرتدوا القميص فحسب، بل عرفوا معناها، ألهموا الملايين وكسروا الحواجز وحملوا آمال الأمة على عاتقهم. من أناقة دولمي إلى قوة حكيمي، تعكس هذه القائمة إرث كرة القدم المغربية المذهل. إذن من هو لاعبك المفضل على مر العصور؟ هل تطابق قائمتنا المدعومة بالذكاء الاصطناعي قائمة المفضلات لديك؟ دعنا نعرف في التعليقات. وإذا استمتعت بهذه القائمة فلا تنسى الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل جرس الإشعارات لمزيد من المحتوى الرائع. شكراً على الاستماع، ونراكم في الفيديو التالي.